بالأعجاز أسراني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد الإنسان المسلم أن يكون وقافا عند آيات الله سبحانه وتعالى، وأن يتفكر في آيات المولى سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يتفكرون. لا بد الإنسان أن يتفكر في آلاء الله وفي نعم الله سبحانه وتعالى، أن يتفكر في السماوات وفي الأرض وفي البحار والمحيطات وفي السحب، ويعرف حجمه ووزنه في هذا الكون العظيم. لا بد للإنسان أن يتفكر عندما ينظر إلى البحر ويجد أن ماء البحر الواحد وقد اختلط هذا الماء، سواء اختلط مع ماء آخر أو كان هناك اختلاط مع ماء البحر وماء النهر، فلا بد العلم يقول لا بد أن يكون هناك برزخ، يكون هناك مانع أو حاجز مائي، وهذا ما أثبته العلم حديثا. ولكن القرآن جاء بهذا العلم منذ أكثر من 1400 عام ليوضح لنا أن هناك حاجزا بين البحر والنهر، وأن هناك حاجزا بين البحر والبحر أو بين البحر والمحيط. انظر إلى الآية الكريمة عندما يقول المولى سبحانه وتعالى، وهذا استكمالا للحلقة السابقة عن الحاجز المائي، فيقول المولى سبحانه وتعالى: وهو الذي مرج البحرين. ويحدد المولى سبحانه وتعالى، لأن كلمة كما ذكرنا أن كلمة البحر تطلق على النهر أو الماء العذب أو الماء المالح في اللغة. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات. يحدد المولى سبحانه وتعالى نوعية البحر فيقول: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. عند اختلاط ماء النهر العذب مع ماء البحر المالح يكون بينهما عند الاختلاط بينهم برزخا وحجرا محجورا، أي حاجزا للكائنات التي تعيش بين البحر والنهر، فلا يكون هناك اختلاط بين هذه الكائنات بأن الكائنات التي تعيش في النهر أو معظم هذه الكائنات لا تستطيع أن تعيش في البحر والعكس. ثم يأتي المولى سبحانه وتعالى في آية أخرى عظيمة يوضح لنا أن نوعية البحر قد تختلف، فقد يكون هناك حاجزا بين البحرين. لذا يقول المولى سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان. لم يقل المولى عز وجل: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. لذا لم يكن هناك حجرا محجورا بين البحر والبحر أو بين البحر والمحيط، لأن تقريبا الضغط الأسموزي لا يختلف كثيرا فالكائنات الحية التي تعيش في البحر قد تعيش في المحيط، أو العكس، الكائنات التي تعيش في المحيط قد تعيش في البحر ولا تموت. ولكن يستمر وجود البرزخ المائي بين البحرين، كما نرى في الصورة التي توضح لنا أن أي اختلاط بين مياه البحار أو بين البحر والمحيط أو بين البحر والبحر لابد أن يكون هناك حاجزا ومانعا، فلا يختلط الماء اختلاطا كليا، ولكن لابد أن يكون هناك حاجزا كما نرى في الصورة الفضائية التي صورت الماء في البحار والمحيطات. لذا يقول المولى عز وجل في كتاب العزيز: مرج البحرين يلتقيان.
بينهما برزخ لا يبغيان. أين الحجر المحجور؟ لم يذكر المولى عز وجل في هذه الآية، وهذا إعجاز علمي، إعجاز بليغ، لأنه لم يكن حجرا محجورا، ولو ذكرت لكان هناك خطأ علمي، ولكن ألا تذكر فهذا إعجاز علمي لابد أن نوضحه، أن ليس هناك حجرا محجورا بين البحر والبحر، أو بين البحر والمحيط. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. هذا عذب فرات وهو الذي مرج البحرين. هذا عذب فرات، حدد المولى عز وجل نوعية البحر فقال هذا عذب فرات أي نهر، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. أما بين البحرين قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يؤكد ويبين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمرجان لا يخرج إلا من البحار أو المحيطات. ولقد توصل العلم حديثا إلى اكتشاف الحاجز المتواجد بين البحرين، فوجدوا أن هناك برزخا يفصل بين كل بحرين، ولا بد أن يكون هناك أو ما يسمى بالجبهة، عند العلماء يقول في جبهة بين البحر والبحر أو بين البحر والمحيط. وهذا ما وضحه المولى عز وجل، وهذه الحقيقة العظيمة التي توضح أن الكائنات الحية المتواجدة في البحار من الممكن أن تعيش في المحيطات أو الموجودة في المحيطات من الممكن أن تعيش في البحار، لذا لا يوجد في هذه الحالة حجرا محجورة، كما قال المولى سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. البحر قد ناداني انظر بني الإنسان الله تعالى أكرمني بالأعجاب